السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعضائنا الكرام، أهلا وسهلا بكم. معكم الشيخ أبو مازن. درسنا اليوم هو عن الحجر الخاص بتسكين الخاتم الروحاني الخاص بالملك برقان اليهودي. ده الشعباز الخاص بالملك، وده الحجر الخاص بالملك برقان. واللون الأزرق معروف، العقيق الأزرق معروف إن هو للملك برقان. وعشان تعرف الحجر العقيق الصحيح بتقربه للنار او للنور بتلاقيه نور، ولو لاقط بتلاقي المنظر اللي انت شايفه قدامك ده اهو. لما نقربه للنار، ركزوا كده، بصوا معايا، الخاتم قدامك اهو الحجر. لما تقربه اللي بيحصل يعني ده اسمه حجر اصلي بينور، وتلاقي اللقط اللي فيه ظهر قدامك. بس بتجيب الحجر تحطه مع الفضة في قلب طبق من الفضة، هتكتب الشعباز اللي قدامك ده ترسمه على طبق الفضة، وهتحط الخاتم وتحط الحجر الفضة معاه، هتنزعه وهتشيله تحطه تحت النجوم لمدة 3 ليالي. كل ليلة يعني بتحطه، بس قبل ما تحط ال3 ليالي بترسم الشعباز دوت بالزعفران. الخاتم ده بيعمل ايه للملك برقان؟ اعمال الشر المحض، اعمال الطلاق، البغضة، الفرقة، الخراب، الدمار، الهلاك، الارسال الشر، ارجاع الدين، ربط الرجل، ربط المرأة، كما تشاء في اعمال الشر. طبعا احنا بنستخدم اعمال الشر للخير، وما بنستخدمهاش اعمال الشر للشر المحض. يعني مش هتأذي انسان، لا، ده اعمال للظالم، بترجع بالحقوق والاموال وما شابه كل شيء. الخاتم ده ان عملته بتلبسه في ايدك الشمال. هتعزم بالعزيمه اللي انا هحطها لك دي، عدد بتاعها 73 مره. البخور بتاعها حلتيت وصبر ومر وكل ما شابه من الاعمال، من البخورات المره زي ما بنسميها. القسم هتقول: اقسمت عليك ايها السيد برقان اليهودي بحق معبودك والتوراة، وبحق يومك الأزرق وكوكبك عطارد مازج المزج وممتزج بين أقرنائه، أجيب أنت وأعوانك، وبحق الأسماء التي على تاجك خلقت منها، وهي، وتبتدي تقرأ الأسماء. الأسماء هي شعايل، روكن، شهيده، طالوش، مطلش، يشتهي، مهيال، مهيا، حمدها. حمدها هي دي الأسماء. الأسماء دي بتسمى إضمار. هتقرأ القسم اللي انت شايفه ده مع التوكيل بتاعك، قسم قدامك هتقرأه عدد 73 مرة. بعد ما تقرأه 73 مرة، هو ده الشعباز الخاص بالعمل بتاعك، هو ده اللي بناء عليه بتعمل أعمالك. إن حبيت تعمل عمل شر هترسمه زي ما هو ده كده على قطعة رصاص أو على قطعة جلد شاه سوداء. بمعنى هتجيب أي جلد حمار أو جلد قط أو جلد كلب أو جلد مدبوغ حتى، يكون من حيوان سبع يعني، وهتنقش عليه الشعباز وتوكل العمل، تكتب العمل حروف مفرقة دائريا بالتوكيل اللي انت عايزه، او ترسمه على صورة الشخص، او ترسم الشعباز على طبق وتحط معاه خردل وتلف بصباعك الشمال فيه وانت بتقرأ القسم، وتاخد الخردل وترشه في بيت المطلوب، او تحطه مع الصورة. ممكن تكتبه بدم الحيض، ممكن تكتبه بدم دم حيوان نجس، او دم او اي دم فاسد، تكتب بيه اللي انت عايزه. الباب ده صحيح 100%. الباب ده مجرد. العمل بتاعه هتدنك 3 ليالي بعد ما تصنع الخاتم. ان عملته الخاتم ده انت بتلبسه وبيكون عندك القوة في انك تعمل اعمال الشر المحض. ده لو كان روحاني عايزه او طالب او كده يقدر يعمله لنفسه. ومن خلال العمل ده اللي بيفيدك كله هو الشعباز ده، تقدر تتصرف فيه زي ما انت عايز في باقي الاعمال.
هتقول لي ايه وظيفة الخاتم؟ هقول لك ان سلطانك في الخاتم الروحاني، ده بميزان، او كما نقولها هو الميثاق اللي بينك وما بين الارواح اللي بتطيع الشعباز. طبعا في اعمال الشر كلها لازم بعد ما تعمل العمل بتاعك ده وانت قاعد جالس بتصنعه، لازم يكون انت في نفس الوقت اللي انت بتصنع فيه العمل تكون عندك مثلا ديك او فرخة سوداء بتذبحها كقربان ليك. حد يقول لي الذبح لغير الله ومش الذبح لغير الله، هقول لك دي كلها تواد، ودي تقارب للجن وهدايا للجن وهدايا لا اكتر ولا اقل. الباب ده موجود زي ما هو موجود، انا حاططه لك بالظبط زي ما هو وزي ما بنعمله بالظبط. المسألة هنا لا في حلال ولا في حرام، ولكن هو في وضع سر وباب مجرب صحيح 100%. وكلنا في اللي بنقدر يعني ناخد ابواب من كده نعملها لو متوفر طلباتها، وفي اللي ما عندناش. البخار اللي بشتغل بيها بخور الشر. البداية اللي هبتديها هي ليلة الأربع، بعد ما بتخلص التنجيم الثلاث ليالي بتلبس الخاتم في ايدك وتتصرف زي ما انت عايز. الحبر اللي بتكتب بيه في الأعمال دي كلها الحبر الأسود، ومش لازم يكون منجس، ممكن يبقى أي حبر أسود عادي تكتب بيه. بكده يكون انتهى الدرس. انتقل إلى درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا التحصين والصرف قبل أي عمل روحاني.